الشباب الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. التغيير ضرورة من ضرورات الحياة، والحياة لا تثبت على حالة واحدة وتتقلب من مجال إلى مجال. لهذا نجد الدين يحثنا على التغيير والتجدد، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول لنا إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. إذن التجديد مطلب أساسي، والشباب يجب أن يعتنوا بالتجديد في أنفسهم، التجديد في أفكارهم، والتجديد في رؤاهم من أجل تغيير الواقع. والشاب المسلم في هذا يختلف عن غيره، فهو شاب يحمل رسالة تجديدية تتجدد في نفسه ويغير بها حاله. فأول خطوة في التغيير والتجديد أيها الشباب هي أن يبدأ الإنسان بتغيير نفسه من حالة الضعف إلى حالة القوة، ومن حالة الهوان إلى حالة العزة، ومن حالة الانحراف إلى حالة الاستقامة. ثم ينطلق بعد ذلك في تجديد الدين في أقرب من يليه من أهله، وهذا هو التغيير. يبدأ بتغيير نفسه. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالتغيير في الأنفس لا يعني فقط تغيير الذات، وإنما تغيير كل من لها صلة به من الأقارب ومن الجيران، من الأبناء. يتعهدهم دائما فيرى ماذا طرأ في حياتهم فبدل حالها من حال إلى حال، وعندما يرى فيها ما لا يرضي الله ورسوله يسارع إلى التغيير. إذا التغيير ضرورة مهمة، والتغيير يجب أن يكون بثبات وعزيمة ما دمت أنت تسير على الطريق الصحيح. ولا ينبغي أن يساوم الشاب في مبادئه التغييرية، بل يظل متمسكا بها مهما كانت المغريات ومهما كانت المحن والعوائق. وهو ما نراه في رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم عندما عرضت عليه قريش عروضها، وعرض أبو طالب عمه ذلك عليه حين قال له أن قريش تريد منك كذا وكذا، أن تكف عما تدعو إليه مقابل أن يقدم إليك هم عزة ذاتية تكون بها ملكا عليهم. عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يساوم في مبادئه، وإنما أصر على المضي في الطريق مهما كانت التحديات، وهو طريق التغيير. وقال لعمه أبي طالب: والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري لن أترك هذا الأمر أو أهلك دونه، أو أهلك دونه بمعنى حتى أهلك دونه، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الخاصية، خاصية الثبات في طريق التغيير، ضرورة مهمة جدا للشباب، الشباب الذي يريد التغيير. وحياتنا اليوم في واقعنا تحفها الكثير من المغريات، الكثير من الإعاقات والمعوقات، فعلينا نحن أن نكون ثابتين على المبدأ متمسكين به. وهو ما رأيناه أيضا في علمائنا من السلف الصالح رضوان الله عليهم، إذ ثبتوا على مبادئهم حتى يغيروا حال الانحراف الذي طرأ على المجتمع، سواء كان انحرافا فكريا أو انحرافا سياسيا. نجد في ذلك الإمام أحمد بن حنبل، هذا الرجل العظيم الذي ابتلي بما عرف في تاريخنا بفتنة خلق القرآن، وهي حالة من الانحراف الفكري حدثت في المجتمع المسلم وابتلي بها العلماء وخاف من خاف، إلا أن أحمد بن حنبل كان النموذج الثابت الذي تحدى هذا الانحراف الفكري، وأوذي في ذلك وضرب وسجن، إلا أنه ثبت وأخذ يجادل مجادلة فكرية حتى انتصر، وانتصر فكره وبطل
الباطل الذي تبنته القيادة السياسية في الدولة العباسية يومها. شكرا لكم أيها الشباب وجزيتم خيرا، وآمل أن ألقاكم في لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.